وعناية بشأنه وإيثارا له على الأنفس والأهل جميعا، إيثارا له على مرضاكم وأقاربكم وذويكم، وتقديما لرسول الله صلى الله عليه وسلم على كل ذلك لعلكم تلحقون ولو في آخر القائمة في قائمة الذين نصروه وآثروه وقاموا بشأنه وأطاعوه في السراء والضراء والمنشط والمكره من أصحابه، فقد بايعوه على ذلك كما ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف بالله لومة لائم. فهذه بيعة ماضية مثلكم فيها ممثلوكم ونوابكم، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بايعوه باسمكم جميعا، بيعة هي ثابتة في أعناقكم لا تستطيعون نكثها ولا التراجع عنها. فنوابكم منهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه نابعكم في هذه البيعة هو وإخوانه من المهاجرين والأنصار الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة عليهم. وقد خلد ذلك الصرصري رحمه الله في أرجوزته حيث يقول: ثم على من كان طوع أمره المبتدر في منشط ومكره وعسر ويسر من آله وصحبه الغر الكرام الصبر وتابعيهم بالهدى من آثر ومؤثر، يريد أن يدخلكم أنتم إذا اتبعتم سبيلهم وسلكتم طريقهم. إن هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يستحق علينا الاحتفاء، ويستحق علينا النصرة، ويستحق علينا التعبير عن محبتنا له. فكل قناعة قلبية إذا لم يصحبها عمل فلا فائدة فيها، تذهب بها رياح الصيف. وإنه ما من أحد منكم إلا يستطيع النصرة، فمن يمارس التجارة منكم أليس جديرا به أن ينشط مقاطعة البضائع التي أنتجها هؤلاء؟ ومن يمارس النقل منكم أليس جديرا به أن يقاطع شركات النقل الدنماركية ما لم تتبرأ مما فعله أولئك؟ ومن يمارس منكم الإعلام أليس جديرا به أن يتحرك قلمه ويكتب دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن يستطيع منكم الكلام ولو في أسرته وآل بيته أليس جديرا به أن ينبههم على الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هذا من قضاياه التي تشغله ومن اهتماماته المهمة؟ من يلقى الناس منكم أليس جديرا به أن ينبههم إلى هذا الخطر، وأن يشارك في التوعية بهذه المهمة النبيلة العظيمة؟ من ينزل منكم إلى عوام الناس الذين لا يصل إليهم الإعلام أليس جديرا به أن يكون هو وسيلة إعلامهم، كما كان الصحابة ينقلون كل خطبة وكل لفظ وكل حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وينشرونه ويذكرونه للناس؟ وكان التابعون بعدهم وأتباعهم كذلك، فكانوا يسيرون إلى الأمصار. وقد قال أحمد بن حنبل: ما تركت مصرا يذكر فيه الحديث إلا دخلته على قدمي هاتين. وقال المكي بن إبراهيم: كتبت بإصبعي هاتين عن 60 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو علمت أني يحتاج إلي لزدت، أي لكان ممكنا أن يكتب عن أكثر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أدركهم. فلذلك لا بد أن نبذل جميعا ما نستطيعه، وهذا الذي نستطيعه يبدأ أولا بتحريك هذه القناعة في أنفسنا، ثم بالتعبير عنها في ذوينا وبيوتنا وأهلنا ووسائل الإعلام المتاحة لدينا، ثم بالاحتجاج لدى الجهات التي صدر منها هذا أو سكتت عنه، ثم كذلك بمخاطبة ومكاتبة أولياء الأمور وتشجيعهم على اتخاذ الخطوات اللازمة. لا بد أن تكتبوا رسائل إلى الرؤساء وإلى الوزراء وإلى الحكام وإلى الولاة تشجعونهم وتحضونهم على مناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. كل إنسان منكم يستطيع أن يكتب عبر النت أو عبر وسائل الإعلام أو في البريد أي رسالة فيها ثناء ودعاء ومحبة وتقدير، وفيها أيضا طلب أن يكون له موقف لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، لرئيس البلاد ولمن دونه، للوزير الأول، للوزراء، لجميع ولاة الأمور، أن يكون لهم موقف الآن مشرف لقطع العلاقة مع أعداء الله من اليهود، وللضغط على الحكومات الغربية التي بدأت تصدر منها هذه الدعوات التي هي نفخة في رماد وصيحة في واد. وأنتم تعلمون أن الجهلة ما حالهم إلا حال الحمر الأهلية،
وقد قال الشاعر: بال حمار فاستبال أحمرة، إذا بال أحدهم تبعته البقية. فكذلك هنا لما جاء المفسدون من أهل الدنمارك تبعهم النرويجيون، ثم الآن جاء وزير الخارجية الألماني فتبعهم على ذلك. إن هذا الأمر يقتضي منكم الاستنكار بكل الوسائل المتاحة المأذون بها والمسموح بها قانونيا، وأن تعبروا عن ولائكم ونصرتكم للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لا بد أن تتحرك قرائح الشعراء والأدباء والكتاب والإعلاميين، ولا بد أن تتحرك ضمائر التجار والمستهلكين والمشترين. لا بد أن تقفوا جميعا صفا واحدا وتتعاونوا في هذه المهمة النبيلة، وأن تؤدوا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. لا بد إذا انطلقتم من جلستكم هذه وتفرقتم في هذه المدينة وفي غيرها من المدن واتصل بكم من يتصل، أن تكون من اهتماماتكم ومن جل شأنكم ومن حديثكم ما يتعلق بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف معه ضد أعدائه. لا بد أن يكون في دعائكم دعاء له صلى الله عليه وسلم ودعاء على أعدائه، فذلك الدعاء مستجاب لا محالة. فقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فكل من أبغضه فهو الأبتر عند الله سبحانه وتعالى، مقطوع الذنب. بورتاج مباشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنكم الآن تعلنون محبتكم له وولاءكم ونصرتكم، وأنكم تجتمعون في بيت من بيوت الله في أدبار فريضة من فرائض الله إعلانا لمحبتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرتكم له. ولا شك أنه يسره ذلك منكم، فهو لا يرضى لكم إلا ما ارتضاه ربكم لكم، والله سبحانه وتعالى ارتضى لكم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه. وقد بين الله سبحانه وتعالى ما أعده للذين ينصرون رسوله صلى الله عليه وسلم، وقرأتموه في سورة الحشر حيث يقول الله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا